لاحظ هنا ونحن في مقام التأسيس للعقيدة، التفت جيدا، ما هو الفرق بين موقف عمر وبالتبع نتحدث عن أبي بكر وكذلك عن عثمان. لاحظ الفرق بين عمر وبين معاوية والملك العضوض. الفرق أين؟ التفت جيدا إلى الكلام. عمر يرى نفسه بأنه الأرجح، الأصوب، الأقدر على الرئاسة، السلطة، الإمرة، التحكم، القيادة، حتى من النبي سلام الله على رسول الله. عمر يرى نفسه بأنه الأرجح، هو أرجح، هو أقدر، هو أنسب بحسب رأيه، بحسب تقييمه، بحسب فهمه، هو الأقدر على أي شيء، هو الأقدر على الدين، على نصرة الدين، على تحقيق الدين، على نشر الدين، على تثبيت الدين، على الانتقام من أعداء الدين، على عزل أعداء الدين، حسب اعتقاده، حسب تصوره، حسب فهمه، حسب نفسيته. إذن نقول اجتهد فأخطأ، هذه القضية ممكنة بحق عمر، لكن هذا الأمر لا يجري مع معاوية. التفت جيدا، عمر تصرف، تجرأ بناء على ما يعتقد به، بناء على حالته النفسية التي يعتقد بأنه الأرجح على نصرة الدين، على تحقيق الدين، على تثبيت الدين. وفي داخله يرى بأنه قد حقق هذا الأمر، قد سار في هذا الأمر، وتحقق على يده الكثير من الأمور التي أراد تحقيقها وقد فعل. التفت، هذه النية، هذه الحالة النفسية التي كانت عند سيدنا عمر رضي الله عنه. أما معاوية فالحالة النفسية عند معاوية هو تهديم الدين، هو الانتقام من النبي ومن الدين ومن العترة ومن وصية النبي، والانتقام من العترة ومن الكتاب ومن الصحابة، وقمع الصحابة وختم الصحابة وقمع العترة وقمع السنة وقمع القرآن وقمع الإسلام. فالفرق بين معاوية وبين عمر، أفعال عمر ناشئة من اعتقاد عمر ونية عمر لنصرة الدين، ويعتقد بأنه الأرجح في هذا، أرجح من النبي وأرجح من علي، أفضل من النبي وأفضل من علي، تصرف على هذا الأساس. أما معاوية أصل اعتقاده وتركيبته النفسية لصالح النفاق الأموي، الجاهلية الأموية، الجاهلية الأولى. معاوية فالأصل عنده فكرا، عقلا، نفسا، قلبا، سلوكا هو تهديم الدين، هو الفتك بالدين، هو مصادرة الدين لصالح البيت الأموي، النفاق الأموي، الجاهلية الأموية، الجاهلية الأولى. وهذا معاوية أجهد نفسه وعمل من أجل تحقيق هذا الهدف من تحطيم الدين وكتابة الدين موازي جديد، وقد فعل لولا تضحيات العترة والصحابة من المخلصين. هذا الفرق بين معاوية وبين عمر، هنا الفرق. وأرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة لكم، وهذه من الأصول المعتمدة عندنا في قراءة الأحداث وتقييم الأحداث وفهم الأحداث. إذن يقول عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله.